قالت لي يا بنتي ده قرف، دي كلها ملح صيني وكلها مواد انا نفسي مش ممكن اكلها لاولادي. والست ضحت بان انا ادفع لها تمن حاجه كان ممكن تبيعها لي في مقابل ان هي تقول لي نصيحه صادقه. ده اللي شجعني ان انا اجيب منها التوابل جافه او يعني صحيحه، وانضفها واطحنها في البيت واوريكم الفرق قبل وبعد. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش تطحنوا دايما التوابل في البيت لانها بتكون اجمل وانضف وافضل. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.